السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخيركم. على بعض طبعا قادر اقول لكم حلقه جديده. اليوم جايب لكم حلقه كنا خلينا شوي نسولف بيها على بعض الشغلات اللي تصير بالقناه وعلى بعض التغيرات اللي صارت عند اليوتيوبريه. انا ما ادخل بغير يوتيوبريه خصوصا العراقيين، لان اذا تحكي خلاص قبل اكرم مضغوط ما اعرف شنو على وش اسمه. انا بالنسبه لي اشوف الكانسر يعني صدق ما ادري شلون اجانا هذا الموضوع، ما اعرف شلونه. بس الموضوع اللي يحكي به هسه قبل ما ادخل الموضوع الثاني اللي هو الكانسر، الموضوع الرئيسي اللي يحكي به هو التعليقات مال تكتير تعليق اللهم ارحم جسد امي من النار، ادري داخل جامع انت، داخل بيت الله الحرام، داخل انت ودا تدعي امك لزموها على الحدود باكستان، ادري شنو جاي تدعي واللي يكتب لك اللي كتب لك كاتبين جوا اللهم ارحم امي جسد امي من النار وما اعرف ادري شنو السالفه. سال مين؟ سال انت اقول لك طابت شو اسمه قناه، ما طاب جامع، ما طابت شو اسمه حس يعني شويه حس ويجي هذا الاخ يكتب لي تعليق ابو عطوان معك المحلل والكاتب ادري سال مين سال مين جايب لي شخصيه يعني الكاتب والمحلل والما اعرف شنو والسابق واللاحق والقادم والمتقاعد واللي يعمل حاليا، ادري شو الرابط ما اعرف صراحه. ليش طويله؟ راح اخليكم صوره ما افتهم. سال مين يعني شنو الموضوع؟ شنو القصه؟ شنو القصه؟ انا كتبت له معك ابو عطوان خريج طب سابقا ويوتيوبر ومقدم العاب حاليا. قام يضحك. سال مين؟ زين اكو شغله لوخ اكو بعض التعليقات مال يكرهني خلي لك ادري انت منو كاتل حمزه، ليش انا يكرهك يعني؟ الا شو مسوي انت حتى يكرهك يعني؟ حتى اللي قتل حمزه الله يرحمه همين بلال الحبشي، مو البلبل بلال، وبعدين صار مسلم الرجل والله يغفر ذنوبنا اجمعين. بس يعني اللي يكرهني لا ادري هو فعلا اللي يكرهوك بس بال تدبرها، ولا اللي كان يخلي لك هاي ترى حلوه يعني. اللي يكرهني يخلي لك اي شلون يعني؟ ما دفتهم هو فعلا احنا نكره اللي يخلي هاي مال اللي يجدي لايكات، يا لايكات ما حلوه هاي ترى السالفه ابد يعني. اكتب لك تعليق مرتب يجوك لايكات، بس مال الجدي هاي حلفه ثقيله يعني ثقيله. زين اكو شغله اكو بعض كم واحد كاتب بالتعليقات همين ها موضوع الاول ايست منه غرق بالماء يعني. بعد ما انت امست هواي بالحكي يعذروني لان حامي وصاعد الدرجه فوق يعني كلش زين. واما الشغله اللي تحكي بها الثانيه هي موضوع الكانسر. دا ينجح الكانسر بشكل كبير يعني ما ادري ليش. والصراحه دا افكر انه يمكن اذا هيك الكانسر حلو بحيث تجيب لك سكينه تحميها على الجداحه وتقص بها دماغ انسان اللي هو بالاساس جيلاتين، اللي هو حتى لو بدون نار هم يقصها ايه يعني بصراحه ما قصر. هو عنده يوتيوبريه اثنين ينتقدوهم وانا الثالث يعني ما بيها شيء يعني، فيخرجون انا خلي بس لا يضط رايي يعني. يعني وفقاها يعني دا يطق المشاهدات بالملايين. سال مين اليوم حلقه سميها سال مين يعني شنو الموضوع؟ شنو اليوم انا مستهتر يعني اقلب قناتي كانسر. شباب اعلنت اليوم راح اقلب قناتي كانسر. لا يا ابو عطوان لا تنزل كانسر. انت منو؟ انا ضميرك. وليش ضمير اقرع؟ بس على اساس عندك شعر. اوكي وش رايد؟ جاي نصحك واقول لك لا تنزل كانسر، لا تصير مثل الباقيين، انت افضل من انه يصير هيك وياك. ليش؟ محتواك رائع، ليش تصير انت هيك؟ طز بكل اللي يريد يحبطك، طز بكل اللي ما يريد لك الخير، طز بالمشاهدات. اطلع برا قاعدني على الرنقات. هيك اطلع مو صوتك صوتياني عليك يا والله. انا انزل فيديوهات مثل واحد ما يذكر اسمه جاي يقعد يباوع على فيديو هذا الفيديو حيل مؤثر يابا. ما احكي على اخلاق الولد يعني على عيني وراسي، بس اقصد يعني المحتوى اللي يقدمه الله المحتوى جميل. هاي قصة معبرة يا اخواني يعني ما تقدر تاكلي لفه بعدين يا ريت تصوير اللي تاكله قدام تصوير مثلا يعني. سال مين؟ الكانسر بحد ذاته
اللي يقدم لك محتوى على اليوتيوب المفروض يكون اللي يقدمه فد شيء اما ترفيهي مضحك او يقدم فكره او هدف. بس هو الفيديو اصلا موجود على اليوتيوب، يعني الناس تقدر تشوفه، فانت تعيده من جديد بدها تاكل لفه. ما راح اقول اسمه، تحياتنا له، يعني عن مدى انتقده فحاولوا تكونون يعني وياي على كيفكم، يعني ادري حامين بس على كيفكم. يعني اذا بهذا الوقت اذا تنتقد واحد ما اعرف، يعني اذا تقول هذا شخص ما يجي هيك منك ومن اهلك ومن كذا ومن كذا، هذا تاج راسك، ادري انا بس قلت يعني ماذا يعجبني، يعني ماذا احكي عليه، بس اقول ما يعجبني. اليوم اني طاقع عندي فيوزين، فاعذروني على حركات بدي اسويها، اعذروني لان انا مستغرب هذا الفيديو حخلي له لا ما اعرف، حامي وما اعرف شو احكي. عندي وانا صديق اسمه الهندي، ما اعرف اذا تعرفونه، هاي القناه مالته، مو اعلان والله العظيم الفيديو مو اعلان، ولا صديقي يعني اخوي، يعني لا فلوس مطيني ولا شيء، لا والله اصلا انا اعلانات خليها ساكته. المهم مو اعلان والله، بس هذا ولا صديقي، المحتوى مالته كلش رائع، محتوى مالته اما مضحك او يعني هو مضحك كوميدي هو نفس الشيء، بس اقصد يعني المحتوى مالته حلو، يقدم لك فكره، يقدم لك فد شيء باسلوب جميل. حتى عنده اخر حلقه اسمها تشك هاي واحد اليوم شفتها وحل ضحكت صراحه، فالرابط مالته بالوصف، اتمنى تدخلون تعطوا لايكات وسبسكرايب، اتمنى تدعموا شباب لان والله المحتوى مالته جدا جميل، واتمنى تساعدوا شباب بهالموضوع. فهيج قناه احسها مظلومه مقارنه بباقي القنوات والله العظيم، يعني مو لان صديقي، اكو اكيد عندكم انتم هواي قنوات مظلومه، وبعضكم يحس انه هي مظلومه بس هي فعلا تستاهل عشان زينين يعني. بس لا احكي يعني جايب لي فيديو، واحد دز لي فيديو بالستيم، شغلت الفيديو مالته، الفيديو يقول لي شنو رايك بيه ابو عطوان؟ ما اعرف شو اكتب له، شو اكتب لك؟ اشغل الفيديو يقطع، اشغل الفيديو ده يقطع، عبالك قاعد اشوف 14 فريم 12 فريم بالثانيه، سالمين. هذا اللي يشوفه لازم يسرع بنسبه 10% لا 30% زايد حتى الفيديو يصير طبيعي شويه. سالمين طاق مصوره بتليفون نوكيا يعني باندا ولا شنو؟ شو رهمته هذا الفيديو مالتك حبيبي؟ اقول لك بهذا الفيديو مو زين، وجهه نظري، مو تسبني وتغلط، اقبل بها الله يخليك. خفوا علينا باكر انزل لكم فيديو وانا راح افلش اكبر شيء، يعني بصراحه عدي راح افلشه، وحتشوفون انزل لكم فيديو باكر شلون دا ادمر هذا الشيء، حتى مو كنصر لا الفيديو حقيقي حتشوفونه بعينكم، راح ادمره وخل اشوف عايز لما تعطون مشاهدات عاليه، اطلق عطوان اقصد اطلقوا مع عطوان اذا ما جبتوا عليه مشاهدات، لا كذا ما اطلق تنقلب الدنيا، بس اقصد يعني ازعل زي واحد يقول لي وزعلتهم. المهم بس حبيت انزل في الشيء ضايج وما اعرف شو احكي صراحه، بس هذا الموضوع يعني ان شاء الله بيعجبكم الحلقه، لا تنسوا سبسكرايب. كان معكم علي ابو عطوان وضمير انقلع، وهذا الحين زين نسوي. المهم من قناه دراجون هيراك، مع السلامه باي. طبعا لا تنسى مراجعه اخر 4 مقاطع.